رح أحكي لكم قصة كمان عن النصيحة. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين أبناء مين؟ أبناء ستنا فاطمة رضي الله عنها وأبناء سيدنا علي. النبي قال إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب، فاعتبرهم أولاده صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين دخلوا على الجامع وهم صغار، يعني واحد عمره 6 سنين 7 سنين. وجدوا واحد اختيار عم يتوضا لكن وضوءه ما صحيح. قالوا شيخ وضوءه مو مزبوط، والله ما صحيح، ما عم يبلغ، ما عم، شلون بدنا ننصحه؟ ولد بده يجي ينصح واحد عمره 50 سنة ما بيقبل منه. قال له بعمل حالي أنا وياك عم نتخانق ومنحطه حكم بيناتنا، أنت ما بتعرف تتوضأ. قال له لا أنت ما بتعرف تتوضأ، لا أنت. فهذاك التفت لك يا ابني طول باله ليش عم تتخانقوا؟ قال له عمي والله شوفني أنا رح أتوضأ وهو رح يتوضأ، شوف مين اللي وضوءه أحسن. توضأ سيدنا الحسن ابن الأنبياء، توضأ سيدنا الحسين. قال له والله يا ابني أنتوا اثنين وضوءكم صحيح إلا أنا وضوئي ما نفعل. شايفين يا ابني؟ هذا أدب أبناء الأنبياء. شلون بدك تعمل؟ شوف وضوءي، شوف قال له شوف صلاتي، والله صلاتي منيحة وني. قال له والله صلاتك منيحة بس أنا صلاتي ما نفعاني. صلح صلاتك لكان. فهي نصيحة سيدنا الحسن والحسين لرجل اختيار، مين وضوءه أحسن؟ أنتوا اثنين وضوءكم منيح إلا أنا وضوئي ما نفعان. هذا أدب النصح. أدب النصح يكون تعمل لها هيك شو بيسموها ديباجة. لا زينة بيعملوا لها هيك بيعمل لها هيك زينة من هون زينة من هون لحتى يحليها بنظر امبلاج هيك. يعمل لها امبلاج، بدك تحكي كلمة اعملها امبلاج هيك وزين له اياها وخليه يسمعها، بيسمعها بكل رضاء بكل حلاوة.